للاثاره، انا بتكلمش مش عليه. هقول مهرجان كام يا جماعه، عشان انا المره اللي فاتت قلت مهرجان كام، ورحت قلت لهم يا جماعه سوري، في مصر في مصر مهرجان اسمه كام. كام والعالم طبعا المهرجان العالمي مهرجان كان. فخدوها عملوها كوميكس. معنى ايه؟ بيقولوا للناس سوري ان هند عاكف مش عارفه تنطق مهرجان كان. وهو في مصر مهرجان كام. فعلا في مهرجان اسمه كام يا جماعه في مصر. قال لك هند عاكف كوميكس، وايه ده بجد كام كان تهريج. ليه؟ بعض الناس وبعض الاعلاميين، بعض الناس وبعض الاعلاميين اللي هم مش اعلاميين وبيطلقوا على نفسهم اعلاميين وبياخدوا الكوميكس ده يمنتجوه ويعملوا حاجات زي بعض البلوجرز اللي بيقعدوا يتهكموا على الفنان ويجرحوا فيه ويعملوا فيديو علشان يعملوا نسبة مشاهدة عالية، علشان يجرحوا الفنان ده، ما يهمهمش الفنان اتجرح اتضايق زعل ما زعلش، ويعملوا كوميكس. عشان كده انا حبيت اوضح لك كام وكان. فهمتني؟ وصلت الصورة. دي حقيقي. ويا ريت الجمهور يعرف يا جماعه ان فعلا في بعض الناس بتحب تعمل كوميكس وبتحب تجرح في الفنان عشان حضراتكم تقعدوا تشاهدوا ويبقى في مشاهدات وفي ترندات. لكن لا يا جماعه، الفن عمره ما كان كده اساسا. طيب